اليوم اش غنديروا نبيل؟ اش غنصاوبوا؟ ها؟ اش تقول شرابه ولا وكاله، هذه وكالة. وكاله ديال الدجاج. المهم غنصاوبوا وكاله ديال الدجاج ياك، و اون ميم طون غادي نهضروا على واحد السوجي، واحد الموضوع زوين والله العظيم زوين، وشي حاجه اللي انا جربتها وصا مارش معايا وبغيت نتقاسمها معكم حتى نتوما، لان خصوصا كتخص الناس اللي عندهم شي مرض خايب ولا عندهم شي مرض اون جينيرال. سي بون اوكي. دونك باش نصاوبوا حنا بعدا الوكاله ديالنا كناخذوا سطل، ها هو سطل عادي ديال البلاستيك، وكنشدوه كنديروا فيه واحد الثقبات. هذا نديروا فيها الثقبات هادو لانه هما اللي غادي يخليو اللقط ديال الدجاج يهوت. دابا و دونك لو سيجي اللي قلنا غنهضروا فيه، المهم حتيتو مغزل. السيجي اللي قلنا غنهضروا فيه هما الناس اللي عندهم شي مرض ياك. عندك مثلا مرض ديال السرطان، عندك اي مرض كيف ما كان النوع ديالو. انا نعطيك اليوم لاباس كيفاش الجسم ديالنا كيخدم وكيفاش كيتفاعل مع المرض، وكيفاش لي سيلول كيبقاو يتكاثروا ويتعاودوا بنفس البروغرام بنفس البرنامج ديالهم. وهذاك الشيء اللي كيخلي الانسان مثلا يا مرضو كيبقى معاه يطول معاه ويتزاد ويموت به، يا كيقدر يحبس وصافي ويرجع لطبيعته عادي. وغير واحد القضيه انا كنامن بها، هي راه ما كاينش مالادي كرونيك. دابا بزاف ديال الطباء كيقول لك مالادي كرونيك. شنو مالادي كرونيك؟ يعني مرض غيبقى معاك حياتك كامل. ياك انا هاد القضيه ما كنامنش بها، ما داخلاش ليا المخي، وانا غنقول لكم علاش. بعدا الوكاله احنا درنا دابا هاد التعبيه هما اللي غيخرج منهم داك الماكله ديال الدجاج وغتهبط ياك. وتقبنا هاد السطل هنايا واحد الثقبه، وجبنا هادي حتى هي تقبناها واحد الثقبه هنا، ودرنا ليها واحد الفيس. فيس لقيته في واحد هذا، ودرت ليه هاد الخشبه هادي، وغادي نديرو هنا فوالا دابا. وغادي نجي غنجمعو مع هادي هنا بحال هكا، وغادي نجي هنا وغادي ندير هاد الروندي، ها هو نديرو هنا في لافيز ديالو، وغادي نبدا كنزيره. المهم دابا راكم عرفتوا كيفاش القضيه غادي نديرو ليها. نرجعوا للسيجي ديالنا. سيبوزون انسان اللي عنده واحد المرض وبغى يتخلص منه ياك. واحد عالم في لا بيولوجي اللي هو بريس ليبتون عايش في امريكا، هو اول واحد دار واحد التجربه ديال كلوناج ديال لي سيلول. يعني كيفاش لي سيلول كيتعاودوا ويتكاثروا. و حيت قبل شحال هادي اش كنا كنقولوا ودي حنا راه نصوم لي فيكتيم دو نو جين. شنو هي يعني حنا بالعربيه؟ شنو هي نبيل؟ حنا فيكتيم، ضحيه ديال الجينات ديالنا. حنا ضحيه ديال الجينات ديالنا. شنو هي ضحيه ديال الجينات ديالنا؟ يعني عندك لي جين ديال الكونسير ولا ديال اي مرض جبتيه من عند باك، صافي راك غتموت به وراك فهمتون. هذا جابر ورايا كيعوق. مشارك معاك في الموضوع، شارك معايا جوا في الموضوع. دونك كنا قلنا شحال هادي كنا كنقولوا على ان حنا الضحايا ديال الجينات ديالنا. يعني انا با مات بالكونسير حتى انا غنموت بالكونسير، امي ماتت بالكونسير حتى انا غنموت بالكونسير، با كان كيتقلق وكيزعف في ساع حتى انا غنزعف في ساع، لانه واخد لي جين ديالو. هادشي هذا هو المعتقد اللي كان شحال هذا، حتى جا هاد بريس ليبتون هذا اللي قلت لكم. واش دار بريس ليبتون؟ دار واحد التجربه
زوينه. هو خدا في الاول واحد سيلول وحده هي خليه ديالنا ديال الجسم ديالنا، ودارها فاش دارها في واحد البو، واحد بحال الكاس، وسد عليها ودار ليها لونفيرونمون ديالها، يعني المحيط ديالها بحال داكشي اللي عندنا في لوكور ديالنا في الجسم ديالنا. هذيك الخليه اش دارت؟ تكاثرت، ولات 10 ولات 20 ولات 100 ولات 1000 تا وصلت شي 30000 عاد في اوبو ديال شحال ديال لوطو. واحد شويه هو يشد دوك لي سيلول وبغى يشوفهم اسكيل سون ديفيرون، واش مختلفين على بعضياتهم. لقى لي سيلول بحال يعني نفس الجينات اللي في السيلول الاولى الام هما الجينات اللي في لي سيلول اللي في هذوك لي سيلول الاخرين كاملين. تري بيان. هو يدير واحد التجربه، شد خد 3 الكيسان ودار كل كاس بحال فيه واحد لونفيرونمون، فيه واحد المحيط مختلف على الاخرين، وحط فيه واحد لا كونتيتي، واحد الكميه ديال هذوك لي سيلول اللي هما بحال وخلاهم واحد المده. ومن بعد جا شاف دوك لي سيلول، فلقى لي سيلول ما بقاوش عندهم نفس الجينات، يعني بحال كاينين جينات اللي تاكتيفاو وكاينين جينات اللي ديزاكتيفاو، جينات تفعلوا وجينات بحال ما بقاوش مفعلين. هذا اش كيعني؟ هو يعني واحد الوقيته كيلقى مثلا في الكاس الاول لي سيلول ولاو شحمه لا غريس، في الكاس الثاني لي سيلول ولاو عظم، في الكاس الثالث يعني ولاو موسكل. يعني هذا اش كيعني؟ كيعني على ان لونفيرونمون، المحيط اللي كيكبروا فيه هذوك لي سيلول كيأثر على هذوك لي جين، يا اما كيفعلهم يا اما يعني ديزاكتيفيهم، ما كيتفاعلوش. يعني بالمقارنه مع الجسم ديالنا، يعني الجسم ديالنا راه بحال داك الكاس اللي دار هو وسدو، غير حنا القفاله شنو هي؟ الجلد ديالنا. والمحيط اللي في الجسم ديالنا شنو هو؟ غتقول لي وشنو هو المحيط؟ واش المحيط هما المحيط اللي في الجسم ديالنا هو هذاك السائل وهذوك الهرمونات وهذاك جميع المسائل اللي عندنا في جسمنا كتدور في الجسم ديالنا. فهذا الشخص هذا اش لقى على ان المحيط ديالنا، لونفيرونمون ديالنا لداخل، هما الا بغيت تهضر مثلا على السيروتونين، تهضر على الكورتيزول، تهضر على على الدوبامين، على هاد المسائل هذه. لكن هادو منين كيجيو؟ هادو هما المحيط. لكن هادو منين كيجيو؟ هادو صديقي ما هم الا نتيجه ديال المخ ديالنا. ملي كيجيو فيه دي بونسي، كيجيو فيه افكار، والافكار ديما كاينين، ولكن كاين افكار اللي حنا كنشدوا فيهم، كنعضوا فيهم. ملي كنعضوا في دوك الافكار اش كيوقع؟ المخ ديالنا باش كيوصل ديك الفكره للجسم كامل، الخلايا، اشنو كيدير؟ كيصيفطها سو فورم ديال هاد المسائل اللي قلنا: دوبامين، سيروتونين، كورتيزول، انسي دو سيت. لي زورمون تيديكلاشاو في لوكا. ولي نوروبيبتيد هما اللي كيتكلفوا بهذه المساله، بحال قلتي الوصال، هذوك هما اللي كيوصلوا هذه المسائل هذه للجسم. من المخ كدوز فكره وكتوصل للجسم سو فورم ديال سو فورم ديال هاد المسائل اللي قلنا: دوبامين، سيروتونين، كورتيزول، انسي دو سويت. يعني صديقي راه ملي كتكون انت جالس وجاتك واحد الفكره ديال الغيظ، ديال الفقصه، ديال ان واحد الانسان مثلا دار فيك واحد الشر وانت ما سمحتيش ليه، وكتبدا الجسم مخك كيبدا يفكر: عرفتي ظلمني، عرفتي الله تكرفاس كذا. ولا تكون شي مراه مثلا مع شي راجل، ولا شي راجل مع شي مراه، ولا هذا بامبورت، كيبقى الله ظلمني، دار ليا، بحال ليا، ترك ليا. دونك هذيك الافكار صديقي، افكار راه كتولي شنو هو؟ هادشي اللي قلنا،
راه كيوصل لك الجسم ديالك على شكل ديال هاد الهرمونات اللي قلنا دوبامين سيروتونين كورتيزول انسي دو سويت. انت كتكون انت مستريسي ولا خايف من شي امتحان ولا دار فيك شي حد كيما قلت شي غيد ولا والجسم ديالك كيبقى يفرز في الكورتيزول. هذاك الكورتيزول راه هو المحيط ديالاش ديال لي سيلول الخلايا. يعني اش كيأثر على لي جين اللي كاينين في الخلايا كل خليه. يعني هاد لي جين هادو اش كيديروا كيتفاعلوا ولا تفعل هاد الجين مثلا لي جين ديال لي مالادي اون جينيرال كيتفعلوا بواحد المجموعه ديال الهرمونات من بينها مثلا الكورتيزول ستريس كيتفاعلوا ملي كيجيهم هذا بحال قلتي واحد سقوه زوينه كتجي لهذاك الجين باش كيحيا فهمت كيكون ناعس ضاربه بالنعسه. نعطيو اكزومبل غير ديال الكونسير. كاين اللي تكون عائلته فيها الكونسير وهو ما يقدر ما يمرضش بالكونسير وما يمرضش، ولكن ديك الخوف انه عائلتي فيها الكونسير وما كيتفاعل له جين. وراه اكزاكتوم هادشي اللي قالت نبيله راه صحيح. انسان مثلا اللي عائلته ماتت بالكونسير، مات باه ماتت امو كذا، هادي كاينين الناس اللي ولادهم عادي ما خايفينش وهذا وعادي، وكاينين الناس اللي النهار حل عينه هو كل سيمانه كيمشي عند الطبيب دير لي التيست راه واقيلا عندي الكونسير. فهاد الخوف هذا وهاد لو ستريس اللي كيتكريا في لو كور اش كيجيب لينا السرطان لان مركزين عليه. واحد القضيه مهمه في الحياه، لا ويل يا لا كونسونطراسيون il y a la conscience ولا ويل يا لا كونسيونس il y a l'énergie. يعني كتغذي هذيك المساله هذيك. يعني انت مركز على انك خايف من يجيك سرطان، فوالله العظيم غادي يجيك سرطان. ولكن خليني نرجع للموضوع لان بغيت نهضر عليه مزيان. والله العظيم اي واحد كيشوف فيا في هذا الفيديو هذا الا عندك اي مرض، شوف انا اللي كنهضر معاك شدني المصران راه معروف شنو كيدير. المصران كيضر في الراس، يدير عاده حقا ما تبقاش تاكل الخبز، حقا ما تبقاش تشرب الحليب، حقا ما تبقاش تشرب اللبن، حقا ما تبقاش تشرب كذا وها هي نبيله قدامي وتشد القولون العصبي ماشي القولون العصبي هذا القولون العصبي. فانا واحد الوقيته يعني ستريسيت غير في الخدمه، يعني كاينه خدمه بزاف وهذا ولي زوبجيكتيف وستريسيت. هذاك لو ستريس اش دار لي هذا القولون العصبي. فملي بديت كنشوف شويه كنقرا وهذا وكنشوف فيديوهات، لقيت على ان جميع الناس اللي كيهضروا عليه كيفاش كيهضروا عليه كيقول لك القولون العصبي الا شدك وبرك معاك حياتك كامله. الله يا ودي اش بغيتي عندنا؟ الله يهديك الشريف اش بغيتي عندنا؟ حنا باقيين ننقصوا وباقيين نضربوا الخبز وباقيين نضربوا الطواجن وباقيين هاد القضيه انا ما دخلتهاش لمخي، والله ما دخلتها لمخي. وغير اليوم انا نبيله راه تقول لكم راني ضارب الخبز وتاي على الصباح في الفطور عادي، والبارح ضارب الطاجين بالبصله بالخبز عادي. تقول لي المصران انا نقول لك كيفاش تخلص منه. واي مرض كيما كان النوع ديالو خاصك تعرف باللي لي سيلول كيما قلنا هما ملي كيبغيو يتكاثروا هي كتكون سيلول وحده كتقسم على جوج، كيوليو دو سيلول انسي دو سويت وغاديين، ودي سيلول كيموتوا ودي سيلول كيحياو وغادي. ولكن راه السيلول ملي كتقسم على جوج باش تخلق لنا دو سيلول راه كتقسم بنفس البروغرام بنفس البرنامج اللي فيها. دونك حنا فين غنلعبوا على داك البرنامج اللي غتقسم عليه السيلول. فاش السيلول ديالك تبغي تقسم ما خاصهاش تقسم وهي هازه نفس البرنامج نفس البروغرام، لان لا هازه نفس البروغرام عندك مصران غيبقى عندك المصران، عندك قولون عصبي غيبقى عندك قولون عصبي، عندك كونسير غيبقى عندك كونسير، وغادي وسيرتو الا كانوا هاد لو ستريس غادي وكيزيد ولا خوف غادي وكيزيد فتفعيل ديال هاد الجينات كيزيد. يعني حاجه وحده انا نقولها لك، انسان اللي عنده كونسير، انسان اللي مريض وهاز في قلبه على شي حد، اتونسيون راك ما عمرك ما غتبرى الا بقيتي هاز ديك. وراه في القران راه وان تعفوا وتصفحوا فهو
خير لكم. وانت نسعلك الاخر وحقا سمحت ليه وما يستاهلش، وانت اللي تستاهل. حيت انت الا بقيتي شاد في قلبك غادي تحرق قلبك، وغادي يبقى شاد فيك السرطان ولا شاد فيك المرض كيما كان، وغادي تهلك. دونك راه ملي كنسمحوا راه ما كنسمحوش للاخر، راه كنسمحوا لنفوسنا، راه باش ما كنظلموش نفوسنا، باش حنا كنبقاو بخير وعلى خير. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انت ملي كتبقى شاد في قلبك على واحد الشخص كيف ما كان واخا مصرف فيك ما عتقاش من عار، على الاقل سامح، ماشي تسامح الشخص، سامح نفسك انت، باش انت نفسك دير باش دوك الجينات ديال الامراض ما يبقاوش مفعلين وكتوقف. الانسان اللي عنده شي مرض مثلا سرطان ولا كيما كان نوعه وبقى شاد في قلبه على شي شخص، ولا بقى عنده داك الخوف ديال ناري غنموت غنخلي وليداتي وهذا، راه ما غيطلقش منك السرطان وما غيطلقش منك المرض. غير باش نقول لك دونك المرض اول حاجه كيبغيها شنو؟ شوف انا نعطيك دابا تراتبيه ديال المراحل اللي غتخليك فعلا تخلص من الامراض ديالك كيف ما كان النوع ديالها. اول حاجه حنا كنحسوا غير بالسامبطوم. مثلا واحد ديز كيبان لي عاد الدخان طالع، واو الدخان طالع كاين مشكل، هذا هو النيفو الاول. واش انت صديقي كتشوف الدخان طالع انت كتحس بشي ضران في ذاتك في مخك في لينير ديالك، واش كتحس هذاك دخان؟ النيفو الثاني هو الفو اتر كونسيون دو بروبليم. بحال نشوفو، نعطيك مثال، واحد مثلا صارت قراصه وما عاقلش، هو كيحس بالضران، كيقول كضرني هنا شي حاجه كتقرصني هنا، اي شي حاجه قرصتني هنا، اي شي حاجه قرصتني هنا، ولكن واش عارفها قراصه؟ ما عارفاش. دونك ديك لو فيت كضرني هنا، هذاك هو النيفو الاول، بحال شاف الدخان طالع. النيفو الثاني هو شنو؟ مشى عند الطبيب ودار لي سكانير وقال لي ترك صارت قراصه، هذاك هو النيفو الثاني. هذيك صارت قراصه شنو هي؟ تي كونسيون باش باللي راه لو ستريس ديالك، باللي راه الخوف ديالك، باللي راه لا ان ديك اللي هازها في قلبك مثلا على ناس اللي يمكن داروا فيك بشي مشكل ولا غدروك ولا ضربوك ولا كالوا لك ولا هذا، راه هي اللي مدايره لك المرض. يعني شفتي القراصه شفتيها بعينك، وانت راه هاد الستريس وهاد الخوف هو اللي مداير ليا المرض. ثالث نيفو المرض راه ما غاديش يتحيد بوحدو، باسكو انا لو فيت باش عرفت مزيان سي ان بون نيفو كيعاونني على الاقل شنو ما نبقاش نزيد في المرض. ولكن واش غيعالجني؟ لا، محتاجين مازال لواحد النيفو اخر. شنو هو هذا النيفو اخر؟ هو محتاج انني نبرمج الخلايا ديالي برمجه صحيحه، برمجه فيها الهدوء، فيها السكينه، فيها الاطمئنان، فيها بخير وعلى خير، كنوض كنفيق كناكل كنشرب، ما كنستريسيش، ما كنخافش. واش فهمتيني؟ هي غتقول لي واه لو ستريس صافي بارتي دو لا في. وي، كاين لو ستريس فيه دي نيفو. كاين ان نيفو اللي موتيفاتور كيقدر يسخن وما يحرقش. شتي الا درت بولا مثلا وريقلتها على 38 دوغري دو سيلسيوس دو تمبيراتور غادا تسخن الدار ولكن ما تحرقهاش. ولكن الا درت 200 ولا 300 دوغري غتحرقها ولا لا؟ غتشعل فيها العافيه. دونك هذاك هو لو ستريس. الا كان مريقل على واحد 38 ولا 40 ولا هذا عادي. الشمس ملي كتوصل 38 40 حتى 50 مسخنه ولكن قد ما زادت قد ما حنا كنبداو نبريليو وكنبداو نسوفريو. ولكن لو وصلت ل 100 ولا 200 غنشعلوا حنا، العافيه غتشعل فينا. هذاك هو لو ستريس مونال. دونك ان نيفو اكسبتابل وي يا با دو بروبليم. ولكن الا مشيتي فتي داك لو نيفو راك كتسير شنو؟ كتحرق في ذاتك. دونك اول حاجه هي نركز على الحوايج اللي غيخليوني نبقى مرتاح. الا كانت شي خدمه فيها ستريس بدلها، ارض الله واسعه. خدمه فيها ستريس نبدلها. خدمه انا كنصور فيها 10 المليون والله حتى نمشي ناخذ خدمه فيها غير 2 المليون. متفقه معايا نبيله في هذه القضيه ولا لا؟ ولكن نحافظ على صحيحتي. راه هي غتاخذ 10 المليون في الخدمه وتجري ولكن شنو؟ راك حرقتي ذاتك. وبزاف ديال الناس دابا كيبقى شاد في الخدمه وكيقول لك انا جو بو با حكا. شوف راه لي بريوريتي بعض المرات ملي غتوصل لواحد النيفو غتقول صحتي هي الاولى، ولكن سي ترو طار. شنو هي المرض تقدم بزاف في الذات ديالك ولا صعيب باش يخرج منه. دونك
انا اي حاجه كدير ليا لو ستريس، اي حاجه كدير ليا الرعب في ذاتي، اي حاجه كدير ليا اللي كتخلي هذوك لي زورمون دو ستريس وهذوك لي زورمون الخايبين يدوروا ليا في ذاتي، خاصني نتفاداها باش نخلق واحد لونفيرونمون هذوك لي جان اللي غيمشيو في صالح ديالي وما نكونش مريض. يعني هاد المسائل كامله علاش كنديرها؟ باش نخلق كما قالت نبيله واحد لونفيرونمون، واحد المحيط في ذاتي تحت جلدي اللي شنو كيدير ليا، اللي كيعطيني هرمونات زوينه، هرمون ديال السعاده، هرمون ديال لا موتيفاسيون، هرمون ديال كذا وكذا وكذا. هذوك هما اللي كيخليو شنو الجينات لي سيلول، يعني هذوك لي سيلول ديالنا الجينات ديالهم كيبداو يتبدلوا وملي كيولدوا دوك لي سيلول ملي كتولد واحد الوليد اللي فيه جينات زوينين. دونك شنو مع لو طون وخصنا نعرفوا واحد القضيه. دابا حنا لي سيلول اللي عندنا في الكور ديالنا راهم كيتبدلوا كل، مثلا نعطيك مثال، الجهاز الهضمي ديالنا، الجهاز الهضمي تقريبا على 3 جوع. كل عضو عنده المده، كل عضو عنده واحد المده معينه على كيتبدل كامل. يعني الا خديتي الجهاز الهضمي اغلب لي زورغان ديالو 3 ايام غيكون تبدل، رجع يعني جديد مشاو خلايا وجاو خلايا جداد. ولكن في ديك 3 ايام الا ما غير باش نقربها لك دابا، شتي في 3 ايام الا كنتي كونسيون 100% من الصباح حتى للرواح وانت شاد في راسك وعارف اش كدير ومحافظ على راسك وعيش دير لا غراتيتود، كدير لا ميديتاسيون، كدير في 3 جوغ والله حتى تخلص من اي مرض في الجهاز الهضمي. لان في 3 جوغ تبدلوا كاع لي سيلول، ولكن غير خاص في ديك 3 جوغ ملي تبدل السيلول كتبدل في واحد لونفيرونمون اللي هو زوين، انت تكون مخك فيه افكار زوينه اللي كيصيفطوا هرمونات زوينين، اللي كيديروا محيط زوين، اللي كيخلقوا لنا جينات مفعله زوينه ديال السعاده وديال الصحه وراحه البال. وهكذا دواليك يعني بالنسبه لجميع الاعضاء اللي عندنا في الجسم ديالنا. يعني الا حافظنا على هذه المساله، دونك هنا غادي نوصل معاك غتقول لي كيفاش انا عند واحد نبقى بخير وعلى خير ناشط. ساهل اخويا، الناس اللي عارفه شنو كدير في الحياه، عارفه شنو كدير في الحياه، كدير الحمد والشكر. راني كنت هضرت عليه في فيديو اخر، سير قلب عليه الحمد والشكر وعاطيه سيونتيفيكمون. واحد السيد كاين تا هو في امريكا كيهضر عليه، يعني تجارب سيونتيفيك. الحمد والشكر من المسائل اللي كتخلي الجسم ديالك يخلق محيط نمبر 1، محيط اللي يفعل لك الجينات ديال الصحه والعافيه وراحه البال وكاع. الحمد والشكر وحتى اللي كانوا عندنا مشاكل نبدلوا من لا بيرسيبسيون ديالنا. هو اللي دخلنا الحمد والشكر. وهذه تري امبورطون هذا البوان اللي قالت نبيله، حيت المشاكل راه ما نقدروش نتفاداوهم 100%، ولكن غير نبدل النظره ديالي للمشكل. غنعطيك مثال، بحال عندك واحد القضيه تتعجبني عبد الواحد، تقول لي اللي جا نبيله خير والله ما يبانش ليا دابا خير والله العظيم. شوفوا الاخوان دابا غادي ندير العلاقه ديال السطل. كملتي معاهم السطل. شوف، وهذه ديال اللي قالت نبيله والله العظيم ولات عندي انا سي ان برينسيپ دو في في حياتي. وهاد المساله عاشتها معايا نبيله في بزاف ديال الحوايج. كنت في شي خدمات زوينين وجاو اسباب وحيدت منهم. وفي الاول تقلقت وقلت نبيله لا، انا ديك الخدمه كذا انا كنت باغي نزيد فيها لقدام، انا كنت باغي ندير هذه انا ندير. ولقيت راسي كندير واحد العقدات من الداخل باش ما يخرجش هذا الخير. ولقيت راسي على ان الله سبحانه وتعالى رزقني بما هو احسن. وهذه القضيه تعاودت شي 2 مرات ولا 3 في الاول في حياتي، وهي تلصق ليا شنو بق هنايا في مخي، لصقات ليا واحد المعتقد. شنو معتقد اللي قوي؟ اللي جا خير. والله ثم تالله اللي جا خير. عرفتي ملي نقول لك شنو اللي جا خير؟ اللي جا خير ما تأتيكم من حسنة فمن الله وما تأتيكم من سيئة
فاهمين انفسكم. انت الا شتي اي حاجه كتجي من عند الله سبحانه، اي حاجه جات كتقول شوف انا بحال شي واحد ما كيعرفش يعوم وكيتيق في بواه، وبواه مدخلو البحر ومداير يدو تحت منه، وانت مسرح، انت صغير ومسرح مدايرها تايق في بواك ياك. شتي هذيك اليد اللي مدايره لك في هذا البحر ديال هاد المحيطات ديال هاد الدنيا ديال هاد، هي ايد ديال الله سبحانه وتعالى. تمغط وارتاح وسيبها وعرف باللي راه يد الله سبحانه وتعالى راه تحت منك دايره لك. والله ما عمرها تخليك تغرق، والله ما عمرها تخليك تغرق. غير دير هاد الثقه هذه في نفسك، والله العظيم صديقي اختي، حتى ترتاح وتولي بخير وعلى خير، ويتلقوا منك الامراض، يتلقوا منك كاع الحوايج، الوساوس، الخوف، شي حوايج عندك مرونين في حياتك والله حتى يتقاد. دونك الحمد، الشكر، الصلاه ولا لا ميديتاسيون، مسائل بحال الصوم، الرياضه راها علميا اكتشفت باللي كتعطينا هرمونات زوينين في الذات، كتبدل في الانرجي وتتبدل في ليزورمون، في ليزورمون، الدوبامين والسيروتونين. تنهضروا على لونفيرونمون، لونفيرونمون يعني الرياضه حتى هي من المسائل اللي كتصاوب لونفيرونمون ديالك صديقي. تمشى شويه، تحرك، سير شي بلايص اللي انت مرتاح فيهم. الناس اللي عندك افكار سوداويه وافكار خايبين بدا تمحي الا كانوا عندك في فيسبوك ولا في انستغرام ولا في يوتيوب ولا في واتساب، امسحهم حيدهم، ماشي تعاليا، لا، باش تحافظ على صحتك، باش تحافظ على النفسيه ديالك، لان هذا هو المسائل اللي كتخليك شنو نتايا تزيد لقدام وتكون بخير وعلى خير. سي بون الاخوان، دونك اي مرض من اليوم هذه انا كنامن بها، وانا ما غنقولش لك انا راني صحيح 100%. موسى عليه السلام سولوه قال لهم بحال بما معناه انديروني نشوف مع الله سبحانه وتعالى، وغاب 50 سنه، عاد رجع وقال ها الجواب. ما غيجيش عبد واحد اليوم ويقول لك راه هادشي اللي كنقول لك راه صحيح خذو دير، لا، انا كنقول لك داكشي اللي فهمت، داكشي اللي وصلت، داكشي اللي جربت ومأكد منه انا كشخص. ولكن انا ما عرفتكش انت دابا اللي كتلقاني كيفاش انت كتحس براسك وانت كتسمع هذه الهضره، لان الجسم ديالنا كيبقى جسم qui est manipulé, qui est modulé par nos croyances. آمنت بواحد المسألة كتدخل لي لذاتي كتفعل أي حاجة، ما آمنتش بها راه والله واخا ما عرفتش يديروا لي من حاجة ما تصدق. سي بون الإخوان، ولكن ملي كنهضر معكم في شي مسألة راه كنهضر معكم في المسألة اللي أنا مجربها، والله العظيم إلا هذا القولون العصبي في واحد الوقت إلا محني بقيت ناكل لا خبز لا وليت كناكل على المسلوق انا بلا هذيك، وحتى في النفسيه، حتى في النفسيه وزاعف وكذا وهذا. ولكن دابا اكتيالمون والله العظيم الا فاطر الصباح بالخبز واتاي، والبارح راني مغدي بالطاجين، وهاد الايامات كامله كان عادي كناكل عادي، نشرب اللبن، نشرب ناكل الريب، ناكل هذا عادي. علاش؟ لان في الذات ديالي كنقول اني با دو مالادي كرونيك. هاد الجسم ديالنا والله العظيم الا تريز انتيليجون، عنده واحد الانتيليجونس عجيبه. لان علاش؟ لان مربوط بالانتيليجونس ديال الله سبحانه وتعالى. غير خاصنا حنايا نحيدوا عندنا دوك لي سيباراسيون اللي بيننا وبين الانتيليجونس ديفين، الانتيليجونس ديال الله سبحانه وتعالى. اين فوا نحيدوا هذوك لي سيباراسيون كنقدروا ندخلوا في لا كونيكسيون مع الله سبحانه وتعالى وكنرتاحوا. وبيان سور هذا هو لو ديرني ستاد. شي كنا كنهضروا على لي ستاد ديال شونجمون، وقلنا النيفو الاول هو انك تقول راه كاين دخان كيبان لك عاد الدخان، والنيفو الثاني شتي العافيه اللي مدايره الدخان، والنيفو الثالث قلتي كيفاش نطفي ديك العافيه، والنيفو الرابع اللي هضرنا عليه هو الحمد والشكر، لا ميديتاسيون والصلاه ولا كونيكسيون مع الله سبحانه وتعالى. كتعطينا واحد النيفو الخامس اللي هو الاخراني، اللي هو شنو؟ اللي هو لو نيفو ديال ليليميناسيون اللي كتولي انت مع الله سبحانه وتعالى، كتولي انت مع الله سبحانه وتعالى. ها جابر جاوبكم قال لكم هذه الهضره هذه راها صحيحه. وفيديو مهم اللي فهم الشيما، اللي فهم الشيما والله العظيم انا ما مالفش كنقول لكم بارطاجيو ياك، ماشي باغي نربح من الفيديو هذا. والله العظيم الا فيديو لاي واحد مريض ولا كيعاني تصنت صديقي لهذا الفيديو غتستافد بزاف. وإلا شتي وانت استفدتي فيه ما تخليش يوقف عندك، ماشي باش
تبارطاجي لي انا ولا انا نتشهر، نو والله العظيم غتعاون شحال من واحد كيما انا تعاونت بشحال من فيديو. شفت ناس اللي واصلين ودايرين ليكسبيريونس وعرفوا شنو كيديروا وعاونوني بالفيديوهات ديالهم. سي بون الاخوان، دابا الوكاله راه حنا صاوبناها راه قلناها هي. اش بقى لينا غنكبوا فيها. الله كتجا ها هي سيدي. ها انت اخويا، ها انا سيدي. يلا الاخوان، القاكم شي سويعه اخرى لوز على هذه. يلا السلام.